في الوقت اللي العالم كله متلخبط بسبب أزمات الشحن والأسعار اللي طارت في السماء، مصر قررت ما تقفش تتفرج، كان لازم حل جذري علشان نأمن لقمة عيشنا. ومن هنا جت فكرة مشروع الدلتا الجديدة، اللي هو مش مجرد مشروع زراعي عادي، ده حرفيا بناء جمهورية جديدة على الرمل. الهيئة العامة للاستعلامات قالت إن المشروع ده هدفه يضيف حوالي 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية. أنت متخيل الرقم ده بيساوي تقريبا 30% من مساحة الدلتا القديمة اللي احنا عايشين عليها من آلاف السنين. المكان متخطط صح الصح في غرب الدلتا ما بين طريق الضبعة ومحور رود الفرج، يعني قريب من المواني علشان التصدير وقريب من القاهرة علشان الاستهلاك. طب والمية هتيجي منين؟ ده كان السؤال المليون. بس الدولة لعبتها صح واعتمدت على مصادر غير تقليدية. عملوا محطة الحمام، ودي أضخم محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في المنطقة، بتطلع حوالي 7.5 مليون متر مكعب مية في اليوم. وبدل الري بالغمر اللي بيضيع المية، المشروع شغال كله بنظم ري حديثة بتوفر من 30 ل 40% من الاستهلاك علشان نخلص من كابوس الاستيراد. احنا بنستورد أكتر من 10 مليون طن قمح سنويا غير الذرة والزيوت. الدلتا الجديدة مركزة على المحاصيل الاستراتيجية زي القمح والذرة وبنجر السكر، والهدف هو تقليل فاتورة الاستيراد اللي بتسحب بالمليارات من العملة الصعبة. المشروع مش بس زرع وقلع، ده السيستم كامل: تصنيع غذائي، مصانع جنب المزارع عشان المعلبات والزيوت، لوجستيات، ثلاجات عملاقة، ومراكز تعبئة عشان المحصول ما يبصش، لأن الفاقد في الطرق القديمة كان بيوصل ل 30%. فرص العمل: آلاف الشباب والمهندسين والعمال لقوا شغلانة تفتح البيوت، وده بيسحب الزحمة شوية من وادي النيل الضيق. الأرض هناك مش للبيع، الدولة بتخصصها بنظام حق الانتفاع أو الإيجار طويل الأجل علشان تضمن إن اللي هياخد أرض يزرعها بجد وما تتحولش لمنتجعات سياحية أو مباني خرسانية. الإدارة كلها تحت إيد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة اللي شغال بميكنة وتكنولوجيا تخلينا ننافس عالميا. باختصار، الدلتا الجديدة هي رهان مصر علشان ناكل من أرضنا ونستغنى عن استيراد لقمة عيشنا من بره، في وقت بقى فيه الغذاء قضية أمن قومي زيها زي السلاح بالظبط.